رغم اصابته، لانه المدرب قال حتى المصابين يجوا. فمعي الان على الهاتف النجم الكبير، خلينا مع صور، عنتر يحيى من الرياض. عنتر مساء الخير. مساء الخير، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. عتبان عليك ولا غضبان عليك خليل الزج، ولا الحكي كله ما له اساس؟ لا لا، ما هو صح. اي ما بيني انا وبين علي لودزيك ما كان ما بيناتنا مشكل. طب ليش ما رحت على التمرين؟ لا، انا ما رحت على التمرين على جال. كنت انا بقيت في الفندق مع الدكتور، عملت يعني ثيرابي في الفندق باش كنت يعني مازال ممل لعب المباراه. طيب خبرته للمدرب انه عندي راح تعمل فيزيوثيرابي؟ لا، المدرب اللي قال لي يبقى في الفندق باش تبقى مع الدكتور. انا ما نبقى من الفندق، يعني من رايي انا كون مش المدرب اللي يقرر، انا ما نبقاش في الفندق. طيب قد ايه صار لك هلا في مع النصر؟ صار لك حفني، كيف بتقيم وجودك مع النصر واداء النصر؟ انا كنت يعني في المباراة الأولى كنت متمنى نفوز أكثر يعني من مباراة واحدة. ما كنتش نستنى يعني نفوزوا غير مباراة ونخسروا مباراة كما اللي خسرناها المباراة اللي فاتت ضد الفتح. الفريق تاعنا مازال ما قدمش المستوى اللي يستنى فيه النادي. ليش يا عنتر؟ يعني بالمركز 11 انتم، حتى الجمهور انتم بالمركز 11 شو كلكم نجوم ما شاء الله عليكم. نظن الان الواحد بعد اربع مباريات الواحد ما يشوف المركز. المركز يكون يشوف النقاط، بس 4 نقاط قليل كثير. طيب قليل يعني. هلا عم بيقول الامير فيصل اجتمع معكم وانه شو كان عندكم، كان مشكله معينه انتم كلاعبين؟ لا، الامير نقول لك الامير فيصل يعني هو عامل على مجهود وجاب لاعبين وعنده حتى لاعبين هنا في النادي. بس لازم درك للمباراة حتى اللي جايه لازم الفريق، انا نقولها بصراحه، لازم الفريق تاعنا يقدم روح اكثر يعني عنتر للفوز ان شاء الله. عنتر طبعا انا احيي فيك اولا اللغه العربيه اللي عم تستخدمها، وانت يعني ولدت خارج الجزائر، لكن واحنا دائما بنحكي معك بالعربي. لكن عنتر يعني بالعربي شو مشكله النصر؟ نعم. انا نقول لك شوف اخي، انا هنا عندي درك 3 اشهر من اللي هنا. ايه وانا لاعب جديد، يعني نشوف في حوايج جديده. ما نقدر يعني الان نشوف المشاكل اللي الناس تتكلم عليها. بس نظن حاجه اللي مهمه يا كلاعبين، احنا نركز على اللعب برك، بس نركز على اللعب، والحاجه اللي برا على اللعب ما هو مشكله. يعني بفهم من كلامك انت عنتر، بفهم من كلامك انه في بعض اللاعبين بتركز على اللعب وفي بعض اللاعبين بتركز على غير شيء. لا انا ما شوف، وانا بكلامي هذا ماني باغي نزيد مشكل علينا ان شاء الله. لا احنا الحمد لله، انا لاعب النادي النصر، احنا في التمرين والله ما عندنا مشكل، حتى في النادي ما عندنا مشكل. نعم. اللاعبين برك احنا درك كفريق لازم نحسن مستوانا باش نفرح هذا الاداره تاع النادي تاعنا اللي عندها ثقه فينا، والجمهور زعلان بس عنده حق. طب ماذا تقول لهذا الجمهور باختصار عنتر؟ جمهور، انا نشوف الجمهور الان حتى في الرياض جمهور كما حتى عندنا جمهور في المنتخب الجزائري يبغي الفوز. بس الفوز يجيب بروح اكثر، وانا نتمنى ان شاء الله المباراه اللي جايه نقدموا يعني مستوى خير من هذا اللي فات ان شاء الله. ان شاء الله. حتى مش غير لينا احنا، للناس كثير اللي عندهم ثقه فينا اللي يخدموا في النادي وللجمهور ان شاء الله. انا شخصيا شهادتي مجروحه فيك يا عنتر، لانك واحد من اكثر اللاعبين تهذيبا، رغم انك لعبت وكنت قائد لواحد من الانديه الشهيره طبعا في المانيا، ومحترف وافضل لاعب عربي، واوصلت بلادك الى كاس العالم. حقيقه سعيد انا بوجودك معنا، وسعيد بوجودك في بلادنا العربيه. شكرا لك عنتر يحيى. الله ينورك اخي، والسلام على كل المتفرجين. شكرا لك. تعقيب منك ابو عوف. يا طبعا كابتن عنتر انا ما بتكلم عنه، لانه هو يتكلم عن نفسه ومستواه يتكلم عن نفسه،
ولكن حسيت من كلامه ان في شيء غامض في بس نادي هو النصر. ملتزم، شوف ما اعطى ولا كلمه خارج الطريق. صحيح، يعني لك انا ما بزيد على فريقي ولا اكيد مصطفى في هذا الوقت ما يبغى يسوي اي شوشره على فريق النصر، لان فريق النصر مو محتاج اي خساره، خصوصا هو بيلعب مع بس لك 4 قليل 4 قليل، خصوصا اذا خسر النصر ومباراه نجران مع الرائد اي واحد منهم يفوز يكون فوق النصر. لا، أنا من وجهة نظري وضع النقاط على الحروف في جملة واحدة، ألا وهي؟ نعم، على فريقنا بذل قتالية أكثر وروح أكثر. قال ويركز على اللعب. نعم، النصر شوف المشكلة، خلينا نكون واقعيين، بعيد عن مشاكل النصر الخارجية. نعم. مع الفتح ب10 لاعبين ينتهي الشوط الأول وأنت متقدم بهدف دون مقابل لا شيء. يعني مسؤولية مدرب في الشوط الثاني تخسر، مسؤولية جمهور، مسؤولية إدارة، مسؤولية أعضاء الشرف، لا بالتأكيد مسؤولية روح داخل من عند اللاعبين داخل الملعب. نعم. والانتظام والانضباط. النصر حقيقة في هذا الموسم أنا من وجهة نظري بغض النظر عن اللاعب الآسيوي الذي لم يحضر، أحضر لاعبين